السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض وصفة جميلة جدا هتعجبك خالص وهتعجب الولاد جدا. تنفع للسندوتشات لو انتوا رايحين النادي، او الولاد جايين من التمرين جعانين وعايزين ياكلوا اكلة حلوة كده. فالاكلة دي جميلة جدا وهتعجبهم جدا، ومكوناتها بسيطة من الكبدة والقوانص اللي احنا بناخدها من الفراخ بتاعتنا اللي بنجيبها. نستخدمها. يعني انا بجيب الفراخ كمية على حسب الاسبوع او الاسبوعين، بطلع الكبدة والقوانص بتاعتهم بركنها على جنب علشان بعد كده استعملهم في وصفة تانية. زي ما انت شايفة كده هنجيب الصينية، هي الصينية دي اللي هنشتغل فيها الوصفة بتاعتنا كلها. هحط فيها معلقتين من المادة الدهنية، خليهم يسخنوا خالص تماما، وبعدين انزل عليهم بالكبدة اللي انا غسلاها كويس ونقعاها في خل ومقطعاها زي ما انت شايفة كده شرايح صغيرة خالص. بعد الكبدة ما تستوي او تدخل في السوا زي ما انت شايفة كده بركنها على جنب عشان هكمل في الصينية باقي الوصفة بتاعتي. تابعيني للنهاية وهتاكلي ان شاء الله احلى كبدة. هتقولي انا ما اكلتش كبدة قبل كده بصراحة من جمالها وحلاوتها. الصوص ده ما تتخلصيش منه، هو اللي بيعمل التست في الاخر، وهو اللي بنحطه في السندوتشات والولاد بيحبوه اكتر من الكبدة كمان. بس يا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس علشان يوصلها بإذن الله كل جديد. ما تنسيش تحط لايك للفيديو علشان ينتشر ويساعدنا ان احنا نقدم كل جديد ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده حطيت معلقة تانية من المادة الدهنية، وبعدين نزلت بالقوانص لان القوانص بتاخد وقت اطول من الكبدة طبعا. بعد ما دخلوا في السوا قطعت عليهم حتة ليا حلوة كده كانت عندي بتديهم تست عالي قوي. بقلبهم مع بعض، وبعد كده بصي بقى التكة دي راس توم كبيرة طحنتها مع قرن فلفل حامي سبايسي خالص. هتحطي نص منها، نص معلقة على القوانص وهي بتستوي، وهقولك الباقي هنعمل بيه ايه. زي ما انت شايفة كده ضفت عليهم كمان حبيتين من البصل المتقطعين شرايح. اول ما البصل يدبل بالشكل ده هرجع انزل الكبدة تاني. كده تقريبا الوصفة بتاعتنا خلاص استوت. لحد دلوقتي لو تلاحظي انا لسه ما حطيتش اي توابل. هبدأ بقى اضيف التوابل. هنا بقى بقية التوم اللي انا قلتلك عليه هحطه في طاسة، وهحط عليه معلقة سمنة بلدي كبيرة وحتة ليا حلوة كده، وهبدأ اعمل الطشة بتاعت الكبدة. البهارات بقى بابريكا، كاري، 7 بهارات، وكمان كزبرة ناشفة. حطيت ملح كمان وفلفل اسمر، وربع معلقة من القرفة. حاجة بسيطة خالص من القرفة بتديها طعم حلو قوي. دي التوابل كده. بصي لو تلاحظي الكبدة بتاعتي ناشفة شوية، فهتنزلي عليها بحوالي نص كوباية من المية بحيث انك تخلي الصوص بتاعها ينزل وتبقى جوسي كده وجميلة. هقلب الطشة بقى. اول ما تحمر هنزل بيها على الكبدة على طول وتكون كده وصفتنا خلصت. كده انا سايبة الكبد والقوانص تتبل من البهارات اللي احنا حطيناها، وعلى طول هنزل عليها زي ما انت شايفة كده بالتومة، وكده خلاص بتكون وصفتنا خلصت. بقلبها حلو واضيف نص كوباية المية وبس خلاص. تاكليها بقى مع شوية بطاطس محمرين وعيش بلدي. عايزة تعملي رز ابيض في منتهى الجمال شغال، هتبقى حلوة قوي وهتعجب الولد جدا جدا جدا. انا عندي الولاد ما كانوش بياكلوا الكبدة بصراحة، عجبتهم جدا. اهو زي ما انت شايفة كده. بصي انا حطيت نص كوباية من المية بس معلش ما صورتش الحتة دي. بصي مخليها جوسي وجميلة ازاي، وجنبها سلطة الطحينة. ووسعي بقى.
بصي الجمال والحلاوة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات علشان بإذن الله يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.